مواطنين من مصر والسعودية طلعوا يأكدوا على كلام مروة وقالوا إنهم فعلا اتعاملوا مع أم ساجدة ووفاء عامر في تجارة الأعضاء. لايك ومتابعة وركز معايا. يا جدعان، مروه حسني مبارك اقسم بالله كلامها صح. وفاء عامر وام ساجده كان الوسيط بتاعتي ان انا من ضمن الواحد ان انا بعت كليتي. انا بعتها فعلا عن طريق ام ساجده، ولو الكتاب الشرعي عايز يثبت عايز اوريها لكم. انا اول واحد اظهر اهو اللي انا من ضمن الناس اللي هي باعت كليتي. الراجل ده ما سكتش عند الفيديو ده كمان طلع في لايف وظهر الجرح بتاع العملية، بس أنا ما ينفعش أظهره هنا لأن المنظر كان بشع. نيجي هنا بقى للمواطن السعودي، وفي الحقيقة هو مرضيش يزد بوشه وبعت الرسالة دي لواحد من البلوجر المصريين. اتواصل معايا مواطن سعودي حكى لي موقف ليه مع تجارة الأعضاء في مصر. هقرأ لكم الرسالة زي ما هو بعتها لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك بكل خير أخي العزيز. بروي لك موقف حصل لي مع صديق لي في مصر، بأنني في العام الماضي رافقت صديق لي إلى جمهورية مصر العربية الحبيبة، حيث كان يرغب في زراعة كلية، وكان ذلك عبر وسيط مصري أوهمنا بأن الزراعة ستكون من متوفين دماغيا فور وصولنا. استقبلنا ذلك الوسيط وقدم لنا شغالة، وهي جابت سيدة تدعى مديحة على أنها من ستساعدنا في الترتيبات. لاحقا تبين أن الاسم قد لا يكون حقيقي، حيث تلقت اتصالا هاتفيا وناداها الطرف الآخر باسم أم ساجدة. كان الصوت واضح، وعندما سألتها تلعثمت وقالت أن لديها بنت اسمها ساجدة، لكن ملامحها بدا واضح عليها الارتباك، مما زاد شكوكي حول صحة هويتها. وفي اليوم التالي سمعتها ترسل رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب تقول فيها الزبون جاهز وناوي يشتري الأرض، وهو ما أثار شكوكي بوجود تلاعب أو نشاط غير مشروع. وفي لحظة لم تكن منتبهة رأيت في هاتفها محادثة مع واحدة اسمها أم عمر، وكانت صورة الحساب مش غريبة علي. وبعد تفكير اتضح لي أن صاحبة الصورة تعود للفنانة وفاء عامر، مما زاد من غرابة الموقف. طلبت منها اللي اسمها أم مكة مقابلة الطبيب المختص، وإن كانت الكلية من متبرع حي الجلوس معه مباشرة، لكنها رفضت وقالت الطبيب ماشي تتقابلون معه، وأصرت على أننا مطالبون بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مصري مقابل العملية، وأكدت أنه لا يوجد تلاعب وأننا صادقون في تعاملهم. شعرت بعدم الارتياح وخشيت أن يكون الأمر متعلق بتجارة أعضاء غير قانونية. وبعد متابعتي لقضية تعرف باسم إبراهيم شيكا والرأي العام، تأكدت بنسبة 100% أن الشخصيات التي تعاملنا معها هي ذات أطراف العصابة المذكورة، خصوصا المدعوة أم ساجدة، حيث تبين لي أنها نفسها من تعاملنا معها. بس نحمد الله ونشكره أننا غادرنا البلاد ولا عملنا العملية. بعد كل اللي انت شفته وسمعته ده لسه برضه حاسس ان في حاجة غلط ولا لا؟